صباح الجمال والحلاوة وصباح المكرونة بالبشاميل والصواني الحلوة. عاملة الفيديو ده لأكتر من سبب، أولهم أوريكم أول راق في صينية المكرونة بالبشاميل. عرفتوا ليه أنا بسميها بحر من البشاميل؟ أول راق بحط عليه بشاميل، يعني المكرونة مش بتتحط كده، لأ بحطها في البشاميل وبرصها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. دي أول حاجة. تاني حاجة بوريكم الصينية اللي أنا شغالة فيها. شايفين الصينية دي؟ صينية فويل، ألومنيوم فويل، تمام كده؟ طيب أنا ليه بقول الكلام ده؟ بقول لسببين. أولا حضرتك كعميل بتشتري حاجة من بره، يهمك إن ما يبقاش فيه هسل، يهمك إن أنت محدش يبيع لك الأكل في حاجة ويطلب منك إنك ترجع الصينية ولا ترجع الحلة ولا ترجع whatever بقى الحاجة اللي أنت خدت فيها الحاجة عبارة عن إيه. دي أول حاجة. طيب ده معناه إيه؟ إن أنا عشان أريح العميل بتاعي بختار حاجات في التغليف أنا مش محتاجة إن هي ترجع لي، ببعت له الحاجة في حاجات بتاعته هو، والله بقى حاجة فور وان يوز فخلاص هيستخدمها ويرميها، تمام براحته. حاجة ممكن يستخدمها تاني، لو الصينية دي هو عاوز بعد ما يخلصها يغسلها ويستخدمها تاني هو حر، مفيش مشكلة خالص. زي علب الميكرويف، العلبة يقدر يغسلها ويستخدمها مرتين وثلاثة زي ما يحب. طيب ده معناه برضو ان انا عايزة اقول ايه؟ ان حضرتك اللي بيبيع لك الحاجة في تغليف زي ده مش زي اللي بيبيع لك الحاجة في الحلة وفي صينية عايز ياخدها تاني والكلام ده كله. ده له سعر وده له سعر. طيب عايزين نقول حاجة بقى تاني لأصحاب المطابخ، لأن أنا سمعت حاجة غريبة من واحدة بتبيع الحاجة في الحلل وتفضل تكلم العميل وتزن عليه، أنا عايزة الحلة بتاعتي، أنا عايزة الصينية بتاعتي، والست حقها لأن دي اللي بتشتغل فيها، بس هي عملت كده عشان توفر على حضرتك مصاريف التغليف اللي حضرتك ما قدرتهاش لما كان في مطبخ تاني بيبيع لك including مصاريف التغليف.